بيبدأ الفيلم مع جين اللي بتفوت تلاقي نفسها على جزيرة مهجورة بعد ما الموج دفعها لهناك هي وصاحبها بعد ما اتدمرت مركبهم. وبيكون صاحبها مصاب بإصابة خطيرة من الشعب المرجانية، وبتحاول جين إنها تساعده، وبيسألها صاحبها سؤال غريب بيقول لها انت شفتيه؟ لكن جين ما بتهتمش بكلامه وبتحاول تساعده، بس بيموت ما بتقدرش إنها تلحقه. تفضل جين لوحدها على الجزيرة، وبتلاقي جين على الجزيرة صندوق كان للناس موجودة قبلهم، وبتلاقي جواه حاجات ممكن تستعملها، كبريت، مسدس فلير، وشوية مشروبات غازية. بتلاقي كمان مقابر للناس اللي كانت موجودة قبلهم على الجزيرة، فبتاخد صديقها وبتدفنه معاهم. تقضي جين الليلة على الجزيرة وبتنام للصبح، وفي اليوم التاني بتلاقي جين قبر صاحبها مفتوح وجثته مش موجودة والدم في كل مكان. وبتكون جين خايفة هتموت من الرعب لأنها بتعرف إن في خطر بيهددها على الجزيرة، بس ما بتكونش عارفة إيه هو. وبتبدأ إنها تصنع رمح من الخشب علشان يساعدها إنها تدافع عن نفسها. بعدها بتشوف جين شنطتها اللي فقدتها لما مركبهم اتدمرت عايمة فوق المية، وبتنزل بسرعة علشان تجيبها، وبتلاحظ إن في حفرة كبيرة تحت المية. وفي نفس اليوم بالليل بتكون جين قاعدة على شط البحر وبتسمع صوت طيارة معدية، فبتجري بسرعة وبتضرب طلقة من مسدس الفلير في الجو، بس الطيارة بتعدي وما بتشوفهاش. ولما بتنزل الشعلة على سطح البحر وبتنوره بتشوف جين كائن غريب خارج من المية، فبتجري بسرعة وبتستخبى وسط الشجرة، وبتسمع صوت الكائن وهو بيتحرك حواليها، وبتعرف ان ده الشيء اللي اخد جثة صاحبها. اليوم التاني بتقرر جين انها تهرب من الجزيرة وبتستخدم شنطتها، بس بتفشل محاولتها في الهرب، فبترجع تاني للجزيرة وبتقرر انها تدخل تنام جوه جذع شجرة. تصحى بالليل على صوت الكائن وسط الشجر، بس بيرجع للمية تاني لما بيلاقيش حاجة على الجزيرة. ولما بيطلع النهار بتكون جين قاعدة على الشط بتكمل صنع الرمح، وبتشوف جثة في المية، وبتاخد جين الجثة وبتربطها على شجرة علشان تعملها طعم للكائن وتقدر تشوفه وتعرف نوع الشيء اللي بيهدد حياتها. تستخبى جين وبتكون مراقبة الجثة، وبيخرج الكائن الضخم من المية وبياخد الجثة اللي ربطتها في الشجرة وبيرجع بيها للبحر. ولما بيطلع النهار بتعمل جين مكان عالي علشان تنام فيه، وبتربطه وسط الأشجار علشان الكائن ما يشوفهاش. لما بيجي عليها الليل بيخرج الكائن من البحر، وبتكون جين نايمة على السرير المتعلق على الشجرة، وبتسمع صوته وبتكون مرعوبة وخايفة إنه يشوفها. وفعلا بيشوف الكائن السرير المتعلق وبيسحبه، وبتقع جين من فوق، وبيجري وراها الكائن وبتحاول إنها تضربه بالرمح، بس بيضربها وبتقع في المية. ومن حظها قبل ما يقضي عليها بيظهر البرق في السماء، فبيخاف منه الكائن وبيهرب بسرعة على المية. ولما بيطلع النهار بتشوف جين مركب مطاطي عايمة، وبيكون 2 من صحابها مايكل ومونيكا، وبتفرح جين لما بتشوفهم وبتشربهم من المشروبات اللي معاها. بتقول لهم انهم لازم يهربوا من الجزيرة بسرعة، بس ما بيصدقوهاش لما بتحكي لهم عن الكائن، وبيقولوا لها انهم مصدقوا وصلوا للشاطئ ومش ممكن انهم يرجعوا تاني للمية. بتتأكد جين انهم مش ممكن هيهربوا معاها، بتلم كل حاجتها في المركب وبتحاول انها تهرب بيها، بس اصحابها بيشوفوها وبيضربوها لحد ما بتفقد الوعي. بتفوق جين بتلاقي نفسها مربوطة في شجرة على الجزيرة، وبترفض مونيكا انها تفكها وبتقول لها انها مش مصدقة ولا كلمة من اللي قالتها. وبتروح مونيكا للشاطئ، بيكون مايكل بيتخانق مع جين، وفجأة بيسمعوا صوت مونيكا وهي بتصرخ، وبيجري مايكل عليها وبيكون الكائن بيهاجمها. وبتقدر جين انها تفك نفسها وبتجري عليهم، ولما بتوصل بتلاقي الكائن سحب مونيكا للمية. بعدها بيصدقها مايكل بعد ما شاف الكائن بعينه، وبتقنع جين انهم لازم يهربوا من الجزيرة قبل ما الكائن يقضي عليهم، وبيوافق مايكل. وبيلموا كل حاجتهم على المركب وبينزلوا للمية، بس الكائن بيشوفهم وبيهاجم المركب. يقدر انه يفتح فتحة فيها وبيسحب منها جين للمية، وبيكون الكائن عبارة عن وحش ضخم بشكل قرش. وبتخرج جين سكينة من معاها وبتضربه بيها، وبيسيبها الكائن لما بيبدأ انه ينزف. بعدها بيهاجم الكائن مايكل لما بينزل علشان يحاول انه يساعد جين، وبيقدر الكائن انه يسحب مايكل للحفرة. بتكون جين بتتفرج وما بتقدرش انها تساعده بأي حاجة. بعدها بترجع جين تاني للجزيرة، وبتكون فقدت كل اصحابها، وبتعرف انها ما عندهاش حل غير انها تواجه الوحش، ومفيش اي اختيار تاني. وبتبدأ انها تستعد لمواجهة الوحش، وبتعمل اكتر من رمح، وبتجمع مجموعة من الخشب والقش وبترصهم على شكل دايرة، وبتبدأ تكتب قصتها وكل اللي حصل معاها على الجزيرة والوحش اللي قابلته، وازاي انها فقدت كل اصحابها علشان لو ماتت تقدر قصتهم توصل للناس ويعرفوا ايه اللي حصل معاهم. ولما بيجي عليها الليل بيخرج الوحش للجزيرة كالعادة، وبتستنى جين انه يدخل الدايرة اللي عملتها من الخشب والقش. لما بيدخلها الكائن بتحبسه جين وبتولع النار حواليه، وبتضربه جين بالرمح وبيتصاب الكائن، بس بيضربها وبتقع على الارض. وبتقوم جين وبترجع تاني جين تضربه
بالرمح وبيتصاب الكائن، بس ما بتكونش قادرة انها تقتله. في النهاية بينهار الكائن من كتر النزيف والإصابات وبيقع على الأرض. قطع جين راسه علشان تحتفظ بيها وتكون دليل على قصتها والناس تصدقها. وفي النهاية بتقدر جين انها تقضي على الوحش، بس برضه بتكون لسه فاقدة لأي طريقة تقدر بيها تخرج من الجزيرة. ولحد هنا بتنتهي قصة فيلمنا. ما تنساش تدعمنا وتشترك في القناة، ونشوفكم الفيلم الجاي.